السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة البازل السياسي، أرجو من السادة المشتركين إن هم يدوسوا لايك وشير للحلقة علشان يبقى في انتشار أكبر، وعلى السادة غير المشتركين إنهم يشتركوا في القناة. النهاردة احنا هنتكلم في الموضوع اللي فتحناه في الحلقة السابقة وما قدرناش إن احنا نكمله لطول الحلقة. حصل ان السفير الامريكي في دولة الصهاينة في اسرائيل كان اصدر تصريحات باحقية دولة اسرائيل في انها تحتل او تستحوذ على الدول، الاحقية الدينية، يعني انها تستحوذ على الدول اللي موجودة في محيطها في الشرق الاوسط، وتنشئ دولة إسرائيل اللي هي من النيل للفرات، وده يستلزم إن هي تحتل الدول اللي موجودة في المخطط ده. وده أمر مقبول بالنسبة له ومقبول بالنسبة للحكومة الأمريكية بالطبع، لأن السفير الأمريكي هو لسان أمريكا، ولو كانت أمريكا مش راضية عن التصريحات اللي قالها السفير الأمريكي كانت سحبت السفير الأمريكي من إسرائيل، وكانت نفت الموضوع ده من أوله لآخره، وكانت عاقبة السفير الأمريكي على التصريحات اللي قالها. إنما معنى إن أمريكا ما بتسحبش السفير الأمريكي من إسرائيل وما بتعاقبوش، إن ده موافقة ضمنية من الولايات المتحدة الأمريكية بالكلام اللي بيقوله السفير الأمريكي. طبعا الكلام ده إحنا عارفينه من الأول، بس دي شواهد فإحنا حبينا نتكلم بخصوص الشواهد. يعني عدائهم أصبح ظاهر وواضح، وأصبح غير خفي، غير في الأول خالص. إن كان في ناس في البداية مغيبة مش قادرة تفهم إن الغرب بيعاديك، وإنه عاوز يحقق أهداف معينة تضرك وتنهي وجودك على أو في المنطقة، وتنهي وجودك كدولة، وتنهي وجودك كوطن في المنطقة دي أو في شمال أفريقيا. وبالنسبة للدول العربية زي السعودية والأردن وجزء من العراق وسوريا والكلام ده كله، فهم عاوزين ينهوا على المنطقة دي خالص علشان ما يبقاش في قوة غير القوة الصهيونية الإسرائيلية في المنطقة، وهي المتحكمة في المكان ده كله، أو في العالم القديم اللي هو أهم نقطة وقلب العالم بالكامل. كلام جميل. طيب، وظهر بعد كده بعديها ب 24 ساعة بنيامين نتنياهو أكد على كلام السفير الأمريكي إنه خلاص إن الحلف الإيراني الشيعي خلاص أوشك على الانتهاء وعلى التدمير، وخلاص إن الموضوع بتاع ضرب إيران بقى بين قوسين أو أدنى. يعني الموضوع بقى خلاص يعتبر منتهي بالنسبة لإسرائيل، فهي مسألة وقت. وموضوع انهيار الحزب الشيعي أو التحالف الشيعي خلاص مسألة وقت، والدولة القوية اللي كانت بتهدد أمن إسرائيل الدولة الشيعية اللي هي إيران خلاص في إعداد إن هي انتهت. وده يؤدي لأنه يبص على أو يحاول إن هو يوجد عدو جديد، لأن إسرائيل كدولة لا تستطيع إن هي تفضل موجودة على قيد الحياة وتفضل دولة قايمة إلا بوجود عدو بصفة مستمرة بتحاربه، لأن التركيبة السكانية بتاع دولة إسرائيل تركيبة سكانية غير متجانسة، حتى لو كان الدين دين واحد. فهم أغلبهم أو كلهم عبارة عن طوائف مختلفة غير الطوائف الدينية، طوائف عرقية مختلفة. فهتلاقي في يهود أفارقة ويهود أوروبيين ويهود أمريكان ويهود آسيويين ويهود عرب. فالطوائف المختلفة والغير متناغمة دي ما ينفعش إن هي تفضل موجودة في نظام ثابت مستقر، إلا إذا كان في عدو خارجي بيهددهم، فيبقوا متحالفين مع بعض ويبقوا متكاتفين مع بعض لمواجهة العدو الخارجي. فموضوع ان اسرائيل يبقى لها عدو خارجي ده حاجة مفروغ منها، ولازم الناس كلها تبقى عارفة ان موضوع ان اسرائيل تهاجم المحيط اللي حواليها ده مش هينتهي، لان هو ده سبب او العامل الاساسي في ان دولة اسرائيل تفضل موجودة على قيد الحياة.
لأن لو إسرائيل سلمت المحيط اللي حواليها، فهيحصل بعد كده إن الناس هتبتدي تدور في مشاكلها الداخلية، وهيحصل التفكك من الداخل. فهم بيحاولوا بصفة مستمرة إن هم يخلقوا عداوات بره حدود الدولة، علشان خاطر يفضلوا بصفة مستمرة متحدين مع بعض، علشان يواجهوا العداء الخارجي اللي جاي لهم من خارج الدولة. فجه بنيامين نتنياهو أول امبارح وابتدى يتكلم ان الحلف الشيعي خلاص قارب على الانتهاء، وقارب على انه ينهزم ويندحر، ويبقى فاضل الحلف الجديد السني اللي بيتكون وحدد بالاسم دول الحلف السني اللي هي مصر والسعودية وتركيا وباكستان، وحدد الحلف المناهض للحلف السني ده اللي هو إسرائيل وقبرص واليونان والهند وبعض الدول العربية وبعض الدول الأفريقية. يجي هنا بقى كره المحيط البائس اللي حوالينا يظهر امبارح والنهارده في ان جت دولة المغرب وابتدت تسلح دولة اثيوبيا اللي هي معروف ان هي عدو رئيسي ليك، وبيعاديك في البحر الاحمر، وبيعاديك على نهر النيل، وبيحاول ان هو يأثر عليك اقتصاديا وبيأثر عليك امنيا، وده موضوع غير خفي على الناس كلها. فتيجي دولة المغرب وتسلح اثيوبيا ببعض الدرونات الكاميكازي، الدرونات الانتحارية، في صفقة أبرمتها مع الحكومة الأثيوبية. طبعا يبان دلوقتي الكلام بتاع بنيامين نتنياهو هو مين الحلف، الناس اللي قال عليهم اللي هي بعض الدول العربية وبعض الدول الأفريقية. كده ظهر أو بان مين هي الدول العربية اللي كان بيتكلم عليها بنيامين نتنياهو. طبعا انت المحيط البائس كله، المحيط العربي كله اللي حواليك كرهك، لان انت أمة ذات حضارة، ذات ثقافة، ذات تاريخ، وهم دايما حاسين بعقدة النقص، لان هم كل تاريخهم كله ما يعديش 70 80 سنة 100 سنة من بعد وجود البترول في دول الخليج، وبعد ما بقوا أغنياء. فطبعا هم كارهين جدا ان انت اللي كنت بتصرف عليهم وكنت بترعاهم ايام فقرهم، ونفسهم يشوفوك واقع، علشان خاطر ما ينفعش ان انا بعد ما ابقى كبير او اما احاول اكبر يبقى في حد شافني وانا لسه صغير وانا ضعيف وساعدني، وكان هو الحامي بتاعي او الكفر اللي كان بيغطيني وكان بيساعدني على النهوض. فده امر متوقع وطبيعي. المشكلة ان في بعض الناس عندنا المنبطحين اللي مش قادرين يفهموا كده، وعلى طول يقولوا والدول العربية واخواتنا وما اخواتنا. اول ناس هتحاربك واول ناس هتضربك الدول العربية، واول ناس بتتحالف مع اسرائيل الدول العربية. مش صحيح مش كلهم، بس في منهم ناس كتير بتحالف اسرائيل علشان تقدر ان هي تنهي وجودك وتنهي سيطرتك على المنطقة، لان انت كبير المنطقة. ونفسهم بعد ما بقوا دول غنية ولسه حاسين بعقدة النقص، ان الفلوس اللي عندهم دي كلها مش قادرة ان هي تخليهم كبار، فبيحاولوا ان هم ياخدوا كرسي الزعامة منك ويقعدوا على او يكونوا هم زعماء المنطقة. فمش هيحصل ده الا اذا كان الزعيم الحقيقي يختفي وما يبقاش موجود. فيجب تدمير الدولة المصرية للدول دي يعني في اسلوب تفكيرها، علشان خاطر يبقى هو اللي موجود وهو الظاهر وهو الباين وهو المتحكم وهو صاحب القرار. طبعا ده كلام اهبل، لان اسرائيل بتستغلهم علشان توصل لهدف معين، وبعد كده اول ناس هتتضرب حلفاء اسرائيل. اول ناس ده هتضربها اسرائيل لو لا قدر الله الدولة المصرية انهارت. اول ناس هتتضرب، اول ناس اسرائيل هتعاديها وتضربها وتخلص منها هم حلفائها من شوية المتخلفين عقليا، اللي متخيلين ان حلفهم مع اسرائيل هيخليهم يبقوا قدام وهيبقوا زعماء وهيتحكموا في المنطقة. طبعا اسرائيل بتحاول ان هي تخلص من الدولة المصرية ومن اي حد او اي عائق امامها في تنفيذ احلامها واهدافها في المنطقة. فبتحاول ان هي تستغل شوية الاغبياء سياسيا دول في انها تحقق اهدافها بيهم وعن طريق اموالهم كمان. فمش خفي على اي حد
ولا خافي على حضراتكم ان الامارات مثلا بتحاول ان هي تدعم الدعم السريع في السودان علشان تقدر تأثر عليك وتأثر على حدودك الجنوبية وتعمل وتخلق لك مشاكل في الجنوب. ومش خافي على حد ان اللي بنى سد النهضة بفلوسه هي بعض الدول العربية ومنهم الامارات. ومش خافي على حد ان المغرب بتسلح اثيوبيا، وده كلام طالع في الاعلام عيني عينك. طيب، يبقى اللي هيجي يفتح بقه بعد كده ويقول لي الامن القومي العربي، انا اسف في الكلام، انا هقول يعني هرد عليه رد غير محترم لسبب بسيط. لان امن قومي عربي ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ اولا انا قلت قبل كده ان احنا ما احناش عرب علشان ما يبقى الموضوع من بدايته منتهي. ثانيا، حتى لو كنا في المحيط العربي، امن قومي عربي ايه اللي انا احاول احافظ عليه و... وفي نفس الوقت الدول العربية اللي أنا بحاول أحافظ على أمنها بتسلح عدوي وبتقف ضدي علشان خاطر تضربني وعلشان خاطر تهدني اقتصاديا وأمنيا وعسكريا وبكل الطرق. يبقى موضوع اللاجئين وموضوع العرب اللي بيخشوا جوه مصر دول زيهم، مفروض ان الشعب المصري والحكومة المصرية تتعامل معاهم زيهم زي اي يهودي داخل يدمر الاقتصاد المصري ويدمر التركيبة السكانية للمجتمع المصري ويدمر الثقافة المصرية. لان هم اهدافهم هم ما بيحبوناش، واهدافهم ان هم يسقطونا. ده بالنسبة الفكر بتاع المحركين بتوعهم او بتاع السياسيين بتوعهم. وبالنسبه للشعوب هو ما عندهمش اي مشكله في انك تعيش تموت، ما تفرقش معاه. هو اهم حاجه زي ما انا قلت في حلقات سابقه حالته الاقتصاديه. سؤال: لو احنا النهارده انت كراجل سوري مثلا مش عاجباك سوريا علشان عندها مشاكل، وانت كراجل سوداني مش عاجباك السودان عشان عندها مشاكل، وقاعد عندي هنا وعمال تقول انا مش همشي الا لما دولتي تبقى كويسه وتبقى محترمه. يعني انت دولتك او ارضك مش المكان اللي انت اتولدت فيه ولا اللي انت بتحمل جنسيته. ارضك اللي هتلاقي فيه الراحه وهتلاقي فيه الاقتصاد وهتلاقي فيه الامن والامان. يعني مسألة المواطنة عندك ما هياش مسألة ارتباط بأرض معينة أو جنسية معينة. طب خلاص، لو كانت الحكاية كده، طب ما تضغطوا على حكوماتكم إن تسلموا الأراضي بتاعتكم للحكومة المصرية وللدولة المصرية وتصبح جزء من الدولة المصرية مثلا يعني. وإلا لو احنا قلنا الكلام ده في الحالة دي نبقى احنا ناس وحشة. لما انت تبقى عايز تقعد على أرضي ده حقك، وتقول اصل انا ارضي فيها وفيها، طب اديها لنا واحنا ناخدها واحنا نعمرها ونعملها. لا، هيقول لك لا دي ارضي. هو بيرتبط بارضه علشان خاطر هو مش قاعد فيها، ارضي، ويقعد عندك انت هنا. انما انت لو رحت له وقلت له انا هاخد ارضك وهتبقى تحت الحكم المصري، يقول لك دولة احتلال. وده اللي حصل ايام ما كانت السودان تحت الحكم المصري في العهد الملكي. جات السودان في أواخر العهد الملكي أو في بدايات الثورة، وجه جمال عبد الناصر وادى الحرية بتاعة الأخوة السودانيين، واستقلت السودان وبقت دولة بحد ذاتها دولة مستقلة. وده اللي أدى بعد كده إن السودان اتفككت وبقت شمال وجنوب وشرق وغرب، والأحداث اللي انتم شايفينها دي كلها. السودان كانت كتلة واحدة لغاية منابع نهر النيل تحت، كتلة واحدة، أكبر دولة عربية أو إسلامية أو أفريقية موجودة جغرافيا في القارة الأفريقية وفي المنطقة العربية أو في المنطقة الإسلامية. ومجرد إن مصر شالت إيديها من عليها ابتدت تتفكك وابتدت تنهار. يعني انتوا ما تقدروش تعيشوا لوحدكم، وما تقدروش ان انتوا تمشوا اموركم. طب خلاص، طالما انتوا ما انتوش قادرين ونفسكم بتحبوا جدا ان انتوا تقعدوا او تبقوا تحت الحكم المصري، طب خلاص احنا ناخد الاراضي دي وتنضم تاني وتبقى تابعة للحكومة وللدولة المصرية وتبقى جزء من الدولة المصرية، وترجعوا الاراضي دي وهتبقى تحت الحكم المصري برضه. مش انت عاوز تقعد في مصر؟ هنعمل لك السودان دي نرفع عليها العلم المصري، ويبقى رئيس مصر، وتبقى دي جزء من مصر وخلاص، وهتبقى قاعد في مصر برضه، ونبقى نحل لك مشاكلك. لو وافقت على ده يبقى احنا نوافق على موضوع اللاجئين، لانك هتبقى مواطن. لو انت عاوزني نعاملك كمواطن خلاص، يبقى تتعامل كمواطن في كل حاجة بقى. يعني ارضك تبقى ارضي زي ما ارضي انت عايزها تبقى ارضك، وتتعامل فيها زيك. تبقى ارضك ارضي وارفع عليها علمي.
واستغل مواردها زي ما انت بتستغل مواردي. استغل مواردها، ذهبها، بترولها، ايا كانت الموارد اللي جواها. بس علشان انا بقول الكلام ده علشان بس الاخوه اصحاب الجلود التخينه اللي مش عاوزين يفهموا ان هو عايز ياخد منك اللي ما يرضاش يديهولك. يعني هو عايز منك اللي هو ما يوافقش يديهولك لو انت عوزته منه. يعني لو انت طلبت منه نفس اللي هو بيطلبه منك في ارضك، هيقول لك ارضي وانت محتل وانت اديني ارضك زي ما انت عايز تاخد ارضي. اديني ارضك وتبقى تحت حكمي، وانا اتعهد ان انا هخليك تعيش في ارضك بسلام، وهخليك تعيش في ارضك بدون اي مشاكل وبدون اي حروب. دي نقطة على جنب كده حبيت اقولها للاخوة اللاجئين اللي موجودين على الاراضي المصرية وبيرفضوا ان هم يسيبوا الاراضي المصرية، وبيتحججوا بان اراضيهم او بلادهم غير امنة او ما فيهاش كهرباء او ما فيهاش. والكلام ده مش على السوداني بس، الكلام ده على السوري برضه. يعني اديني ارضك ويبقى انا رئيس الدولة او الحكومة المصرية تبقى تتحكم في الدولة وتبقى جزء من الدولة المصرية، وتعيش مواطن، تعيش في سوريا بتاعتك تحت الحكم المصري، واحنا هندخل لك الكهرباء وهنظبطك وهنعمل لك اللي انت عايزه كله، وتبقى دولتنا ارضنا زي ما انت عاوز تعمل مصر ارضك. انما لو انت مقتنع ان انت راجل اجنبي وان دي ارض اصحابها زي ما سوريا ارضك زي ما السودان ارضك، وبترفض الراجل الفلسطيني وبتطرده من السودان من سوريا، من ما فيش من ما يكملش شهر طردوا منعوا الفلسطينيين دخول سوريا، والسوداني بيرفض اي اجنبي يخش يستولي على اراضيه. طيب انت ليه بترفض ده على ارضك وقابله على ارضي انا؟ لو انت بالنسبه لي اجنبي، انت بالنسبه لي اجنبي. والا لو انت شايف ان الموضوع عادي خلاص يبقى انت ادونا الحق. طالما انتوا هنا بالملايين وعجبكم الحكايه دي ومبسوطين من الموضوع ده وشايفين انه ده منطقي وعادي، خلاص يبقى بنفس الاسلوب وبنفس المنطق احنا ناخد اراضيكم وتبقى تحت الحكم المصري وتبقى جزء من الاراضي المصريه. دي نقطه. النقطة التانية، احنا كنا بنتكلم على موضوع زيارة عبد الفتاح السيسي وما كملتش الموضوع في الحلقة السابقة. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة السعودية للأمير محمد بن سلمان علشان يبتدوا يتناقشوا مع بعض موضوع التصريحات اللي طلعت من السفير الأمريكي مايك هوكابي وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بخصوص العداء الواضح والمعلن اللي هو أعلنه حتى في التصريحات الأخيرة بتاعت بنيامين نتنياهو، إنه هيبتدي إن هو يحارب المحور السني اللي بيتكون أو بينشأ حديثا، والمكون من مصر وسوريا، مصر والسعودية وتركيا وباكستان. طبعا الكلام واضح جدا، يعني علشان برضو الإخوة المصريين اللي ما كانوش عارفين إن أنت بتتحارب وبتتحاصر من بره وإنه عمالين ندن ونقول أنت بتتحارب وبتتحاصر وبتتأهل، يبتدوا يفهموا ويبتدوا يشوفوا. طبعا الكلام ده مش جديد، هو أعلن جديد، إنما هو الكلام ده أصلا مرتب من البداية من أيام ثورات الربيع العربي ومن قبلها. بس هو الكلام كان في البداية كانت خطط خفية، إنما دلوقتي بقت معلنة على وسائل الإعلام. هو ده الفرق بس، هو ده الفرق الوحيد. كلام جميل. طيب طبعا السيد الرئيس راح السعودية علشان خاطر ينسقوا المواقف ويتناقشوا مع بعض على كيفية مواجهة الحلف الإسرائيلي الأمريكي اليوناني القبرصي الهندي اللي بيتكون علشان يحارب الدولة السعودية والمصرية والتركية والباكستانية، لأن هم دول اللي فاضلين في المنطقة بتاعة الشرق الأوسط من الدول الإسلامية القوية بعد انهيار سوريا والسودان وليبيا واليمن وكل الدول العربية اللي انتم شايفينها. واللي ما انهارش جغرافيا أو احتل أو حصل فيه تفكك هو أصبح مخترق داخليا من الدولة أو من الحكومة الصهيونية زي الإمارات وزي المغرب وخلافه. أصبح الدول دي حليفة وممكن تعتبرها جزء من إسرائيل، فقرارات الدول دي مرتبطة بالمزاج الإسرائيلي وبالأهداف الإسرائيلية المعلنة وغير المعلنة، فهم يعتبروا أداة في يد إسرائيل لتهديف
لتحقيق أهداف الدولة الصهيونية ولتحقيق أهداف الغرب في المنطقة، فأصبحوا أداة. فموضوع إن هو يعاديهم ما عادش ذات جدوى، هو بيستخدمهم دلوقتي وهم أصبحوا جزء منه، وأصبحوا إن هم بلا إرادة. فحصلت الزيارة، وطبعا دي هيتلوها بعد كده، وده المتوقع بعض الزيارات لبقية الدول اللي اتذكرت بينها وبين بعضها، اتذكرت في الكلام الأخير أو التصريح الأخير بتاع بنيامين نتنياهو. ايه علاقة بقى الكلام ده كله بالحشود الأمريكية اللي تتزايد في الخليج العربي وفي البحر الأحمر؟ طبعا أنا قلت قبل كده في حلقات كتير ومن زمان ومن قبل ما الكلام ده يتقال، إن الحشود الأمريكية اللي موجودة في البحر الأحمر وفي الخليج العربي مش جاية علشان إيران. إيران دي الحكاية أو الكفر اللي بره، اللي علشان أنت ما تاخدش بالك أنا جاي هنا ليه. هو جايب حشود أكبر من حكاية إن هو يضرب إيران ضربة سريعة، لأن موضوع إن هو يحشد الحشود الرهيبة اللي هو حشدها دي، اللي عمره ما حشدها من بعد الحرب العالمية التانية، لا يمكن تكون علشان ضربة سريعة. يعني هو عمر أمريكا ما هتخش بريا وتحتل إيران. معروف إن أمريكا هي حتى بتعلن ده، إن هي هتضرب إيران ضربة، يعني مش هتحتلها. طب الحشود اللي أنت حاشدها الكبيرة الضخمة دي علشان ضربة؟ طبعا الكلام ده كلام فارغ. هي مش مسألة ضربة، هو بس عامل إيران دي زي إيه، زي صورة كفر بيستخبى وراه عشان يخبي وراه أهدافه اللي هو جاي المنطقة علشانها. وقلت قبل كده إن هم جايين المنطقة علشان يسيطروا على قلب العالم القديم، لأن احنا داخلين على الحرب العالمية الثالثة، ولازم يسيطر على منابع النفط، ولازم يسيطر على المضايق وخطوط التجارة، ولازم ان هو يقضي على الدول القوية اللي موجودة في المنطقة دي علشان يسيطر عليها، علشان خاطر دي من اهم الاماكن والاراضي واسباب انتصار اي دولة من الدول المتحالفة واللي هتشترك في الحرب العالمية الثالثة. فلازم يكون مسيطر على المنطقة دي من العالم. وأسباب السيطرة على المنطقة دي من العالم كنت شرحتها في فيديو قبل كده، فمش عاوز أكررها، غير موضوع البترول وغير السيطرة على المضايق. دي نقطة من النقط. طيب، يجي النهاردة ولا امبارح برضو رئيس وزراء الهند مودي يروح إسرائيل في زيارة لدولة إسرائيل، ودولة إسرائيل تقابله بحفاوة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقابله بحفاوة ويستقبل في الكنيسة بالتصفيق الهائل يعني. ويطلع بنيامين نتنياهو يتكلم مش بالمغطي، بالمفتوح، ان الهند، وان الهند حليفة، وان الهند مليار و200 مليون، على اساس ان هي دي مصر مثلا دولة عندها تعداد سكاني كبير، والسعودية عندها فلوس، وتركيا عندها الصناعات العسكرية، فيبقى في تكامل بين الدول دي وبين بعضيها. طب احنا عندنا برضو الصناعات العسكرية كإسرائيل، وعندنا الأعداد السكانية اللي أعلى من الدول دي مجتمع جميعا، وعندنا الموقع الجغرافي، وعندنا حاجات كتير. فهو بيعمل توازن عسكري وتوازن بين الحلف السني اللي هو ذكره، وبين الحلف الإسرائيلي الأمريكي الهندي اليوناني. طبعا اليونان داخلة في موضوع الحلف مع إسرائيل نكاية طبعا في مين؟ نكاية طبعا في تركيا، لأن العلاقات التركية اليونانية من قديم الأزل وهي متوترة، وفي بينهم بعض ما صنع الحداد. وكانت اليونان جزء من الخلافة العثمانية في أحد فترات الخلافة، فاليونان في عداء تاريخي بينها وبين تركيا. وبالنسبة للهند داخلة في الحلف ده علشان خاطر باكستان. طبعا لا يخفى على أحد من حضراتكم أن باكستان العدو اللدود لدولة الهند، وكان ما فيش السنة اللي فاتت كان بينهم وبين بعض حرب خاطفة كده، وباكستان علمت على الهند فيها ووقعت لها طيارات، وانتصرت انتصار ساحق على الدولة الهندية. فطبعا الهند ليها علاقة بالموضوع. وطبعا بالنسبة لأثيوبيا اللي هي اللي ذكرها برضو في الحلف، طبعا داخلة علشان خاطر مصر وعلشان خاطر العداء اللي بينها وبين مصر. الغريب والعجيب بقى ان تلاقي في دول عربية زي ما انا قلت في البداية داخلة في الحكاية في الحلف الإسرائيلي،
نكاية في مصر، مع ان مصر ما عملتش معاها حاجة وحشة. يعني اللي بنى الامارات المصريين، مهندسين مصريين اللي بنوا الامارات، واللي بيقفوا جنب الدول العربية بصفة مستمرة المصريين. بس الحقد اللي عمره ما هينتهي بسبب انك انت كبير وهم مش شايفين نفسهم ان هم عمرهم هيبقوا كبار الا اذا انت مت وانتهيت. فلذلك هو بيحاول ان هو يضربك ويتحالف مع عدوك علشان خاطر ينهي وجودك، وعلشان خاطر هو بيتهيأ له كده ان بعد ما انت هتنتهي هو هيبقى الكبير وهو هيبقى المسيطر على المنطقة وهو هيبقى عنده كرسي الزعامة. طبعا ده كلام فارغ، لان مفيش الكلام ده. اسرائيل بتستغله بعد كده. اول دولة هتتضرب او اول ناس هتتضرب حلفاء اسرائيل من الناس التافهة اللي سهل جدا ضربهم والتخلص منهم، وهم ادوات بس فقط هيستعملوها، وبعد ما يخلصوا استعمالهم ليها زي اي منديل واحد بينف فيه بيرميه. عموما ده الوضع الحالي اللي داير. طبعا احنا لازم نكون اكثر وعيا كشعب مصر، ولازم نبتدي ان احنا نشوف اوجه القصور عندنا في الدولة المصرية، من ناحية الناحية الاقتصادية، من ناحية الامن القومي، من ناحية اللاجئين، من ناحية من كل الاتجاهات، من الناحية السياسية، على أساس إن إحنا نقوي نفسنا لما ما عادش في وقت خالص. لأن موضوع إن أنت هتخش في حرب مع دولة إسرائيل ده مش اختيار، ده فرض عليك مش بمزاجك. أنت ما أنتش عاوز تحارب حد وعايز توقف اقتصادك على رجليك، بس أنت هيفرض عليك الحرب فرضا مش بمزاجك. طبعا محاولة جر مصر للحرب بموضوع 7 أكتوبر اللي حصل في فلسطين ما نجحش، وهم دلوقتي بيحاولوا ان هم يجروك بأي أسلوب. كان الأول الجر بأسلوب ناعم وخفيف، ده مصر حابسة الفلسطينيين عشان يعمل عليك ضغط من المحيط العربي علشان تتهور وتعمل عمل عنيف، علشان خاطر يبقى ده المصوغ لضربك، فأنت ما تهورتش وكان عندك رباطة جأش. فابتدى العداء بقى ما يبقاش مستغطي وخفي، ابتدى يقول الكلام ده رسمي في السوشيال ميديا وعلى تلفزيونات العالم وعلى قنوات العالم، وخلاص الموضوع بقى مفضوح وواضح جدا لأي حد مش فاهم انه يفهم. طيب، كل ده له علاقة باللاجئين؟ طبعا له علاقة باللاجئين. علاقة الموضوع ده باللاجئين ايه؟ العلاقة علاقة وثيقة جدا. انت النهاردة بنتكلم على معركة محتملة ومعركة بينك وبين قوى عالمية. انت لما هتقف قدام اسرائيل يعني واقف قدام امريكا. لما تقف قدام الهند انت زي ما الراجل بنيامين نتنياهو 1,200,000 بني ادم، زائد قوة عسكرية برضو مش ضعيفة. فانت النهاردة داخل على ايام سودة. ما ينفعش ان انت تخش على ايام زي كده وتخش على مواجهات صعبة وعنيفة زي كده وانت عندك خلل داخلي من جواك. انت لازم تظبط امورك داخليا، وتحاول ان انت تخلص من الجماعة اللي بيأثروا عليك وبيكتفوا ايديك ورجليك في الداخل المصري، من اللاجئين والمقيمين غير الشرعيين جوا مصر، من الجنسيات الأفريقية والسوريين والسودانيين والليبيين واليمنيين وكل دول. لأن أنت لو دخلت حرب والجماعة دول عندك، الجماعة دول أكيد 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 هيأثروا عليك اقتصاديا، بأنهم أنت لو دخلت حرب طبعا بتبقى محتاج حاجات كتير، وبيبقى عندك طبعا الدولة اللي بتخش في حرب بيبقى عندها لازم يبقى عندها اكتفاء ذاتي من الأغذية ومن السلاح ومن الذخيرة ومن حاجات كتير. فأنت لو أنت عندك أعداد زايدة فأنت كده بتتحمل أعباء فوق أعبائك وأنت في حالة حرب، يعني في حالة ضعف. ده زائد ان الناس اللي جواك دي انت ما تضمنش ولاءاتها، اذا كانوا ما كانش لهم ولاء لبلادهم الام وسابها وهربوا. فلما يبقوا في الداخل المصري سهل جدا يعادي عدوك، حالف عدوك بمقابل مادي او اقتصادي. اذا كان هو باع بلده بمقابل مادي او اقتصادي، سايب بلده مش عاوز يرجع لها وتفلح البلد او تغرق البلد مش فارقه معاه، ده علشان خاطر حالتي الماديه وحالتي الاقتصاديه اهم عندي من بلدي. فاللي زي ده تأمنه ازاي في حالة حرب؟ فلازم انت تحاول تتخلص من اللاجئين الموجودين والمقيمين غير الشرعيين على الأراضي المصرية. طبعا ده هيتحقق بأن الحكومة تسرع في الموضوع بتاع ترحيل اللاجئين، وفي نفس الوقت زي ما احنا قلنا برضو في الحلقات السابقة ان الشعب المصري يكون له دور في انه يبتدي ان هو
يوقف التعامل مع اللاجئين والمقيمين غير الشرعيين، علشان ما يبقاش فيه أي منفعة اقتصادية له في الوجود على الأراضي المصرية، فيبتدي إن هو يسيب الأراضي المصرية ويمشي. ده غير إن أوروبا كان الاتحاد الأوروبي ابتدى إن هو عمل مهلة 3 شهور لترحيل اللاجئين اللي موجودين من السوريين وخلاف السوريين على الأراضي الأوروبية، وهيبتدي يوزعهم على بعض الدول اللي عاملها زي بديل لرجوعه لوطنه، لأن في ناس كتير مش هتقدر ترجع لأوطانها أو رافضة الرجوع لأوطانها، فهو عامل لها بلاد أفريقية وبلاد تستقبله وتبقى مكان ليه. فالنهاردة احنا عاوزين ان نخلص من اللي عندنا وما نستقبلش من الجديد، لان مصر في القائمة اللي محطوطة من الاتحاد الاوروبي ان هو يبعت عليها لاجئين من عنده، وطبعا الكلام ده مرفوض تماما من الشعب المصري، ولازم يبقى مرفوض تماما من الحكومة المصرية، ولازم نتخلص من اللي عندنا مش نجيب جديد. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني. انا النهارده عملت الفيديو ده فيديو سريع مع انه اتاخر في الوقت، بس انا عملت فيديو سريع لان في احداث قويه جدا وفي حلقه قويه جدا، انتظروها ان شاء الله. هنعمل الحلقه دي قريب وهتشرح لكم حاجات خفيه كتير على الشعب المصري وعلى على المستمع عندي هنا في القناه، حاجات مش هتسمعها على السوشيال ميديا ولا على القنوات الإعلامية اللي موجودة في الدولة المصرية أو حتى في الخارج، حاجات ما بتتقالش في أجهزة الإعلام. وإن شاء الله الفيديو أو الحلقة دي هتبقى موجودة قريب جدا. أنا بكتب السكريبت بتاعها، وإن شاء الله هتبقى متوفرة قريب جدا. أرجو من السادة المستمعين والمشتركين في القناة إن ما أكونش طولت عليهم وما أكونش دمي تقيل عليهم، ويشيروا الفيديو على نطاق واسع علشان شريحة أكبر من المجتمع المصري تشوفه، وعلشان ناس كتير تبتدي تفهم وتعي ما يحاك لها من خلف الستار من الغرب ومن الصهاينة وحتى من الدول العربية في المحيط البائس الكاره للدولة المصرية. وشكرا جزيلا، وأشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله قريبا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.